مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أفكار أونلاين. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنتكلم عن إزاي ممكن أغير الباسورد بتاع الأكاونت بتاع الفيسبوك بتاعي بأسهل طريقة ممكنة. تمام. طبعا احنا أول حاجة بندخل على الفيسبوك وبنروح عند الثلاث شرط اللي فوق دول، اللي هما دول بنروح لهم، وبعد كده بنروح عند سيتنج اللي هو دي سيتنج، بنروح لها فبيفتح لي الشاشة اللي قدامي دي. بروح عند بيرسونال، بص كده أول حاجة في بيرسونال ديتيلز، وبعد كده في باسورد اند سكيورتي والاد بريفرنسز والفيريفيكيشن. تمام. فأنا بروح عند الباسورد اند سكيورتي ده اللي هو اللي أنا محتاجه دلوقتي، هروح له فبيفتح لي الأكاونت بتاعي. بعد كده بروح عند الباسورد اند سكيورتي اللي هي دي بروح الباسورد اند سكيورتي اللي هو ده، وبعد كده بروح عند تشينج باسورد اللي هي دي كده هي دي اللي بغير منها الباسورد بتاع الفيس. تمام. طيب بروح عند تشينج باسورد وبروح عند الاكونت اللي انا عايز اغير الباسورد بتاعه، وبعد كده بيقول لي بيفتح لي الصفحه بتاعه تشينج باسورد اللي هي تغيير الباسورد. تمام. تعال نشوف هو ايه اول الشروط اللي انا لازم اعملها في الباسورد. تمام. بيقول لي يور باسورد، بص كده احنا بنقرا هنا اهو الجزء ده. تمام. الجزء ده. تمام. تعال نشوفه كده بيقول لي ايه. بيقول لي your password must be at least 6 characters. تمام. يعني لازم يكون اقل حاجة 6 characters، 6 حروف يعني. and should include a combination of numbers، يعني لازم يكون عندنا combination of numbers اللي هو مين letters and special characters. تمام. يعني لازم يكون عندي اللي هم ادهم لي دول اللي هي special characters. طبعا السبيشال كاركترز اللي هي علامة التعجب وعلامة الدولار والايه والاد دي والبيرسنت اللي هي 100% دي. تمام. هم دول سبيشال كاركترز. تمام. فهو كده معناه بيقول لك لازم يكون كومبينيشن اوف نمبرز، يعني لازم يكون فيها نمبرز ويكون فيها ليترز ويكون فيها سبيشال كاركترز. تمام. يعني ارقام وحروف والارقام الخاصة او الحروف الخاصة. تمام. فبنكتب هنا الباسورد، الكارنت باسورد اللي هي الباسورد الحالية اللي هي موجودة حاليا دلوقتي. تمام. فبتكتبها عادي. النيو باسورد واللي هي الباسورد الجديدة. تمام. نيو باسورد اللي هي الباسورد الجديدة. طيب. تمام. وبيديني الباسورد، بص كده الباسورد اللي هي مقترحها عليا عاملة ازاي. بص كده شايف الباسورد عاملة ايه اهي. شوف كده فيها ايه كاركترز، فيها يعني احرف، وفيها نمبرز ارقام، وفيها سبيشال كاركترز زي اللي هي الدولار والاي اللي هي علامة التعجب دي والحاجات دي. فكده يعني ده معناها. وطبعا شايف طبعا اكتر من 6 حروف، فعشان كده كان بيقول لك لا لازم يكون الباسورد فيها الحاجات دي. تمام. طيب انا مش يعني ممكن ما استخدمش الكلام ده، يعني مش لازم مش ضروري، لكن اراعي في الباسورد بتاعي انها زي ما قلنا كده لازم يكون فيها ارقام وحروف وسبيشال كاركترز اللي هي الاحرف الخاصه دي. تمام. وطبعا ممكن اظهرها وممكن لا، يعني لو عملت كده العين دي طبعا هتبقى مش ظاهره، وعملت كده هتبقى مختفيه. تمام. يعني مثلا لو كتبت ار مثلا تي كده بص كده بتختفي. لو انا عايز اظهرها بدوس على ده فبتظهر لي. تمام. طيب هنكمل ال6 حروف زي ما قلنا، وتقعد تكمل الباسورد بتاعتك عادي مفيش مشكلة. وهنا بيقول لي ريتايب نيو باسورد، يعني هنكتب الباسورد الجديدة دي، الباسورد اللي كتبناها اللي هي نيو باسورد دي هنكتبها تاني هنا. وبعد كده بعد ما تخلص تحت طبعا بتكتب الاتنين دول، فبتلاقي التشينج باسورد اللي هي تحت خالص دي، اللي هي دي تشينج باسورد دي اللي في الآخر، بتلاقيها متفعلة بعد ما تكون كتبت الاتنين باسورد، بعد ما تكون كتبت الباسورد وأكدتها. تمام. لغاية هنا
نكون خلصنا تغيير الباسورد على الفيسبوك. لو عجبكم الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة وعشان تستفيد من كل فيديوهاتنا. يلا بقى، سلام.